شايفين الجمال؟ المدفع ضرب اول ما قلبت الحل. قرب كده بقى يا بابا، وريهم الستيك ووريهم الحلاوه والجمال. صباح الخير، صباح كل حاجه حلوه. النهارده عايزه اعمل كده سفره مميزه فيها اصناف حلوه جدا ما يتقالهاش لا. هي سفره تقليديه ولكن مليانه وصفات، مليانه حاجات كتير قوي تقدري تاخدي منها وصفه واحده بس او اتنين، مش شرط تعملي كل الاصناف اللي انا هعملها. محتاره اقول لكم هعمل ايه ولا اسيبكم لنهايه الفيديو تتفاجئوا؟ خليكم معايا واحده واحده، ومستنيه اللايك والتعليق الحلو يهمني جدا، ويا ريت تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان يوصل لاكبر عدد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دايما اقول لكم في بدايه اي طبخ تشوفي الحاجه اللي هتاخد وقت ونولع عليها الاول. كان معايا هنا فرخه بلدي كويسه، يلا بينا نتبلها التتبيله المعتاده اللي انا دايما معوداكم عليها. معايا بصلايه كبيره او 2 حبه بصل متوسطين وفرمهم كويس، وحط عليهم ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات. طبعا الخلطه دي مفيش عنها اي غنى في اي طيور، سواء في بط سواء في فراخ حتى في حمام. اعمليها وادعيلي، هتخلي ريحه الطيور بتاعتك جايبه لاخر الدنيا ومميزه جدا. وطبعا الاهم من كل ده هو تنظيف الفرخه كويس، اننا نشيل الكلاوي واي زوايد، اي حاجات موجوده على العظم من جوه. بنسميها كلاوي، بتكون لونها احمر كده، دي بتزفر الفراخ والطيور عموما. اوعي تسيبيها. وطبعا نقعينها كويس في محلول النقع بتاعنا، دقيق، ملح، شويه سكر، ليمون، وتبلتها من تحت الجلد كده ومن بره وخليتها كويسه خالص. خطوه البصل بالبهارات دي مهمه جدا، اوعي تستغني عنها. الخطوه التانية المهمه هي التشويحه او الصدمه اللي بتديها للطيور. ما تسلقيش ابدا ميه وتنزلي فيها الفراخ او اللحوم عموما. الصدمه دي بتخلي ريحتها حلوه، بتقفل لي كل المسام. ونزلت عليها بورق لورا، حبهان مستكه، والبوكيه جرنيه بتاعنا الموجود، طبعا جزر، بصل، وميه سخنه. هتاخد معاكي حوالي من 35 ل 40 دقيقه. وبقيه الخلطه اللي بالبصل الباقيه معايا نزلتها على الشوربه، طبعا هتخلي ريحتها جباره. هنعمل ايه تاني؟ هنبدأ كده نعمل خلطة المحشي بتاعتنا المميزة جدا جدا. حلة سخنة قوي على النار، وكان معايا حوالي 4 بصلات مفرومين فرمة ناعمة. أنا من الناس اللي مش بحب قطع البصل تكون كبيرة في الأكل، خليه ناعم كده واديله تشويحة كويسة. وطبعا أول ما وصل معايا للون الذهبي الفاتح، ما تحمرهوش قوي علشان ما يتعبناش أثناء الأكل ويعمل حموضة. نزلت عليه معلقة كبيرة جدا من الثوم المفروم ومعلقة هريسة شطة، وطبعا دي اختيارية. بعد لما شوحتهم كويس جدا واديتهم صدمة، هنزل بمعلقتين كبار من الصلصة. وبعد كده انا كنت فرمة عندي الطماطم. دايما اقول لكم طماطم المحشي انا بديها فرمة، مش بعصرها وبصفيها، علشان تنجز معايا في الوقت اثناء التسبيك وما تاخدش وقت جدا على النار، علشان خاطر السوائل اللي فيها تتبخر. فاحنا بنختصر الموضوع ده. نزلت بملح وسكر عشان اعادل الحموضة، ونزلت بفلفل اسود، 7 بهارات، كمون، بابريكا، شوية كزبرة ناشفة، وحوالي نص معلقة صغيرة من القرفة بتدي المحشي بتاعي طعم مميز. بعد الخلطة دي ما تدوريش، ودي أحسن حاجة، أحسن خلطة للمحشي. كنت مفرزة عندي شبت وكزبرة. وطبعا الحاجات دي بتسهل جدا، وكل الحاجات دي عاملينها في تفريزات وتجهيزات رمضان. اللي ما شافهاش قبل كده يرجع على الصفحة هيلاقي كل حاجة موجودة. شايفين بقى الحاجات البسيطة دي بتنجز معايا قد ايه؟ ولا لسه هنجيب خضرة ننضفها ونغسلها ونقطعها؟ فورا طلعتها على رز مغسول ومتصفي كويس جدا، ونزلت بالخلطة والصورة ظلماها لان هي لونها احمر جدا جدا. شايفين ما شاء الله، ممتازة. وخلطة البهارات اللي قلتلك عليها ولا كلمة. هعمل ايه بقى؟ انا النهاردة هعمل ورق عنب، وانا بعز جدا اني احط تحت ورق العنب ستيك. مهم جدا في قطعية الستيك انها تكون من عرق الفليتو، علشان يدوب عرق الفليتو ده زي ما بيقولوا كده بيشم النار، بيستوي فورا، ما بياخدش معانا اي وقت. اذا حابه تعمليها بفتيك وتحمريها هتديها دقه بسيطه خالص. اذا هتعمليها زيي هتسيبيها زي ما هي. انا بحب يكون ليها سمك شويه مادام هتتحط تحت المحشي. كل اللي هعمله فيه حاجه بسيطه جدا. الطبق اللي انا بقلبه ده فيه شويه ملح على فلفل اسود على بهارات لحمه، قلبتهم كده وخلطتهم. وهنزل على اللحمه بتاعتي ادلكها على الناحيتين، ارش البهارات اللي انا خلطتها دي وعلى الناحيتين تدليكه بسيطه جدا. الموضوع بسيط. في ناس بتحب تحطها زي ما هي تحت المحشي، لكن انا مش بفضل كده ابدا. لازم نديها صدمه، بيفرق في شكلها وطعمها وريحتها. طاسه سخنه على النار فيها شويه زيت بسيطين، لان بالفعل اللحمه عندي فيها دهون. وهنزلها صدمة يمين وشمال. مهم جدا النار تكون عالية أثناء تشويح أي لحوم أو أي طيور.
اول ما اخدت عندي اللون الجميل بالشكل ده هبتدي اقلبها. صدقوني ممكن ما تكملش 7 أو 8 دقايق وبتستوي بسرعه مدام من قطعيات الفريتو اللي انا دايما اقولك عليها. سواء هتعملي بقى شاورما، سواء هتعملي بفتيك او ستيك، اعتمدي القطعيه دي وادعيلي. اي قطعيه تانية للاسف هتشد معاكي وسواها مش هيكون كويس ابدا. طبعا بتعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا بعد ما طلعت دول نزلت بباقي كميه تانية. قلت مدام الاكل ممكن يكون ليومين، احنا كستات بنحب نستريح، فقلت خلاص اعمل باقي الكميه كده وازود عليها البهارات وخلاص ونستريح تاني يوم بقى يا جماعه. عارفين ان احنا كمصريين يوم المحشي ده لازم نعمله يومين. في المرحله دي كل حاجه تقريبا معايا كانت خلصت. دي الطاسه التانية لونها جميل جدا ما شاء الله. كل اللي عملناه شويه البهارات بس اللي نزلت عليها. طبعا عملت الاكله دي قبل كده كتير جدا بس عشان خاطر متابعيني الجداد. مجهزه عندي هنا بتنجان متقور وفلفل كمان ونقعاه في ميه بشويه ملح. مهم جدا الخطوه دي. وبعد كده بتديله شطفه وبتصفيه. مجهزه ورق العنب والفرشه اللي هفرشها تحت في الحله، واللحمه بتاعتي متشوحه والفرخه على البوتاجاز وكل الامور كده تحت السيطره زي ما قلتلك. اهم حاجه ترتيب وتنظيم الشغل. الوقت هيكون بسيط جدا في الوقفه في المطبخ. دي الحله اللي عملنا فيها التسبيكه بتاعت المحشي زي ما هي كده مكانها. هتفرشي اي نوع خضار انت بتحبيه الموجود، بصل، طماطم، جزر كده، زي ان شاء الله حتى بطاطس او حتى عيدان ورق العنب. على فكره لما بتحطيها في ارضيه الحله بتدي مزازه وطعم رهيب. وابتديت ان انا احط اللحمه بتاعتي كده بالشكل ده. لما المحشي بيستوي والاتنين كده بيبقوا مع بعض في حله واحده بياخدوا من طعم بعض. رصيت ورق العنب دايما اقولك تخلي الناحيه الخشنه لجوه والناحيه الناعمه هي اللي لبره. وطبعا البتنجان مش بنملاه على الاخر، بنخلي ربع فاضي كده علشان ما يطلعش الرز بره. في الوقت ده انا خلاص هبتدي ان انا اسوي المحشي بتاعي. ورق العنب دايما اقولك اكتر حاجه بتميزه وبتخلي طعمه حلو هو دبس الرمان وعصير الليمون. زي ما انت شايفه كده حط عصير ليمونتين كبار ودبس الرمان اللي على الوش. وكان عندي بقى لو جربت طريقتي في الفراخ دي مرقه ريحتها يعني جايبه لاخر الدنيا. اهم حاجه اعملي البصل بالبهارات وحشي تحت الجلد ودلكيها يمين وشمال وشوحيها التشويحه دي، هتشربي احلى شوربه. طبعا مش بخلي الشوربه مغطيه الصف الاول، يعني يدوب كده واصله لنصه، بغطي بطبق وبسيبه يعيش حياته. هنعمل ايه؟ الشوربه دي طبعا نسيبها كده؟ لا ما ينفعش، لازم نستغلها. كان عندي بصراحه دي ملوخيه مفرزه، فبتسيبيها تفك مش بتحطيها وهي متجمده، وبعدين بتحطيها هي الاول في الحله وبتبداي انك تزودي عليها الشوربه مش العكس علشان تقدري تتحكمي في قوامها. اديها ضربه كويسه جدا بالمضرب. مهم انك تكوني مطلعاها من الفريزر قبلها على الاقل بساعتين 3 كده تكون فكه، وهتاكلي احلى ملوخيه وهيفضل لونها اخضر وهتبقى ممتازه. زي ما انت شايفه كده كل ما تلاقي القوام محتاج تحطي شوربه واحده 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 واحده. في ناس بقى تجيب لك حله الشوربه وترمي فيها كيس الملوخيه وبعد كده خلاص مش عارفه تتصرف. اي ريم كده بيطلع على الوش بالمعلقه نلمه يمين وشمال ويا دوب هي لسه بادئه تغلي انا مش هديها فرصه. انا بعمل بقى التركه دي بتدي الملوخيه طعم جبار. طماطمايه مبشوره، معلقه توم مفروم ني وشويه كزبره. اعملي الحركه دي كده بس واركنيها على جنب. غير الطشه بقى طاسه كده فيها معلقه سمنه بلدي محترمه، انزلي بتوم مفروم والزيت بارد علشان ما يتحرقش، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. خلوا الاتنين كده يتحطوا سوا من الاول علشان يعيشوا حياتهم وياخدوا كده من ريحه بعض وريحتهم تطلع. واول ما توصل للون الذهبي ايوه بقى تنزلي كده بالملوخيه عليها. بتهيألي الشكل خطير. استنوا بقى عشان اوريكم الحله دي حكايه كده يا جماعه. لحظه واحده لما اقلبها. مهما عملنا اكل مفيش احسن من الاكل بتاعنا التقليدي. المحاشي، فراخ بلدي، حاطه هنا تحت ورق العنب لحمه ستيك. شايفين الجمال؟ المدفع ضرب اول ما قلبت الحل. قرب كده بقى يا بابا وريهم الستيك ووريهم الحلاوه والجمال. شايفين؟ استنى كده اقطع لهم كده واحده بايدي مع انها سخنه. بصوا مش مستحمله دايبه. شايفين الصباع حلو وعامل ازاي؟ ولا بقى الفرخه البلدي حاطه رجل على رجل كده وبصوا ملكه في نفسها. محشي البتنجان
حلاوته كده يكون صغنطوط على قد البقى على طول مع فلفل. وبقى يا بابا لحظه كده لما اصب كده بقى الملوخيه الحكايه دي. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. معايا بقى كده يا بابا. مين اللي شال الملوخيه دي؟ ها؟ ميرنا؟ دي هتبقى جميله علشان ميرنا هي اللي جايباها. طبعا القوام انت بتتحكمي فيه براحتك، بس انا شايفه ان القوام ده معقول جدا جدا. ودي كانت سفرتنا النهارده يا حبيبي. مستنيه رايكم جدا وتعليقاتكم عشان انتم مقصرين جدا في الموضوع. وكل سنه وانتم طيبين.